السلام عليكم يا جماعة. النهاردة قوقعة ستيب 21. هي أول إجابة لأول سؤال لما بعتلكم على فيسبوك ولينكد إن. كنت بقول لكم ask me and ask قوقعة عن حاجة تكون انت محتاج تاخد فيها خطوة مش عارف تبدأ منين، أو عن تصرف مضايقك من حد، أو عن حاجة محيراك مع نفسك. فأول سؤال كان بيقول لو أنا عاوز يجيلي موجوع أعمل إيه؟ عاوزة أقول إنه أنا مش عايزاك تستنى يجيلك موجوع، أنا مش عايزاك تستناه أصلا. يمكن الإجابة تضايقك، عشان أنت مادام بتقول لو أنا عايز يجيلي موجوع، يبقى مادام أنت مستنيه يجيلك موجوع يبقى أكيد هو وجعك. وعايزة أقول لكم يا جماعة إنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الكلام ده مش بيحصل في الدنيا، يعني الآية دي ربنا بيقول انه وقتها هيبقى في الآخرة. يعني معنى كده انه طول الوقت في الدنيا هيبقى فيه ظالم وفي مظلوم ما خدش حقه، وفي اتوجع ومعرفش ياخد حقه برضه. طيب المفروض ان انت تعدي الوقت ازاي لو انت عندك الجرادج ده جوه ناحية حد اذاك او ظلمك؟ نعمل ايه؟ الفكرة يا جماعة انه احنا لما بنستنى عشان نشوف حد يجيلنا وهو مأذي زي ما هو أذانا، احنا بنضيع ريسورسز ربنا ادهلنا وبنهدرها من غير ما نستخدمها صح. وهي ايه؟ وهي الوقت والمجهود اللي هو الصحة بتاعتنا يعني. طيب انت بتقعد تهري وتنكد في نفسك طول الوقت عشان انت مستني اللحظة دي. يعني كل حاجة بتعدي عليك في انتظار اللحظة دي هي مهدرة، بتضيع وقت مش عارف تستمتع بيه بحاجات جميلة ممكن تكون في حياتك وانت مش عارف تشوفها لمجرد انه الجرادج اللي جواك مغطي عليها. انت مستني كأنك مش عايز تبدأ حياتك لحد ما اللحظة دي تحصل، لحد ما تشوف الشخص اللي أذاك أو ظلمك جايلك وهو يعني اللي هو بقى بيلحس في البلاط كده، واللي هو خلاص ندمان وزعلان. طيب افرض اللحظة دي ما جاتش، افرض الشخص ده خرج بعد أذيتك وعاش حياته عادي جدا واستمتع بيها، ده بيعمل ايه معاك؟ انت مش بيضايقك اكتر؟ مش بيتعبك نفسيا اكتر؟ طب انت ليه بتتابعه اساسا؟ انت ليه بتتابع؟ عشان انت مستني اللحظة دي. طب افرض انت قعدت تستناها، انت عارف اللحظة دي بتيجي امتى؟ لو انت قررت من جواك ان انا هأذيه، بس هل انت وحش كده؟ هل انت وحش زيه؟ طب هو أذاك، هل انت هترد على الأذية بأذية زيها؟ هل انت لو هو ظلمك انت عايز تظلم زي ما هو عمل كده برضو؟ طيب لو انت حتى مش قادر تسامح، انا مش هعرف اقولك اللي هو سامح وانسى اللي حصل، لا ده كلام on paper كده، ده كلام ما بيوكلش عيش. لكن اللي نقدر نعمله انه بدل ما نستنى، احنا ممكن نملى وقتنا بحاجة تانية، ندور على النعم اللي ربنا ادهلنا في حياتنا. واول نعمة منهم انه ربنا بعد الشخص ده عننا، ان هو لما اذاني عرفني انه الشخص ده ما يصحش يكون موجود في الكوميونتي بتاعتي، فالشخص ده بره حياتي. لما يبقى بره حياتي ما يصحش ابدا ان انا ابقى بتابعه، بقى عماله اتابعه على السوشيال ميديا او اسال عليه الناس، او حتى اكلم حد عشان مش عارف اعرف اوصله، او اروح. حتى في ناس بتوصل لمرحلة ان هي بتفولو الشخص ده physically speaking، يعني ممكن تروح الاماكن اللي هو بيروحها عشان تشوف هو بيقابل مين وبيقعد مع مين ايه كل الوقت ده، كل الوقت ده انت اولى بيه. انت اولى بيه ان انت تدخل ناس جديدة مناسبة اكتر في حياتك، ان انت تبتدي تكتشف نفسك من اول وجديد، ان انت تفكر انه التجربة اللي انت اتأذيت فيها دي تتعلم منها، وتعرف ان انت ما تكررش نقط ضعفك فيها تاني. لكن ما يصحش ابدا ان احنا نفضل قاعدين مستنيين لحد ما يجيلي موجوع. ما تستناش، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش مجهودك وهي صحتك، ما تأذيش نفسك نفسيا لمجرد ان انت قاعد مستني اللحظة دي. لانه عايزة اقولك انه
لما قلنا انه افرض اللحظة دي ما جاتش، طيب انت هتبقى عملت ايه؟ طول الوقت انت في انتظار 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 والحاجة مش بتحصل. او بقى تعالى نبص على الناحية التانية انها فعلا حصلت وهو جالك موجوع، طيب انت بقى ارتحت نفسيا كده، شفيت غليلك اللي جواك ده عشان انت شفته جالك موجوع، وبعدين انذن. هي دي بقى النقطة اللي احنا بنفكر فيها، طب انا مستنيه يجيلي موجوع وبعدين. انت هتفرح في لحظة للحظة، لكن هل انت اللي بعد اللحظة دي هتعيشها ازاي؟ هل مش هتقعد تفكر في ذكرياتك معاه وهتقلب على نفسك المواجع تاني اللي وجعتك منه قبل كده، وهتبقى عايز تلوم وتعاتب، ويمكن في ناس بتوصل لحد الانتقام كمان؟ انت اكبر من كده بكتير. ريح نفسك واملى وقتك مش بالانتظار ابدا، ولكن باكتشاف الحاجات الجميلة اللي موجودة في حياتك اللي انت لسه ما استخدمتهاش، واستمتع بيها. استمتع بقى بالوقت ده، عيش حياة احمد ربنا فيها على انه الشخص ده ما بقاش موجود خلاص في حياتك، ودخل ناس جديدة تستاهل فعلا انها تكون قريبة منك.